السلام عليكم ورحمة الله. من مطبخ الحاج منصور الطناني. معانا إن شاء الله فرح كبير، هنستعرض إن شاء الله كمية اللحمة اللي معانا، ومعانا برضو حلويات، وهنشوف الأكل كله قبل السوا وبعد السوا في نفس الفيديو. دي طبعا اللحمه بتاعتنا استاذ علي اتفصلت واتوجهت واتجهزت. معانا ان شاء الله كده 4 دبايح، 2 ذكوره و2 نتي بقر. دي طبعا ريش، دي موز، تمام. دي فخادي، لحمه ثابته، تمام. ودي برضو لحمه فخادي، لحمه ثابته. دي طبعا مقدم ريش. دي طبعا برضو لحمه ريش، دي ريش زي ما انت شايف كده. ودي فخادي، لحمه ثابته، لحمه ثابته. ومعانا طبعا الحاج عوض. حبيبي ربنا يبارك فيكم يا رب. الله يكرمك حبيبي، نورتونا وشرفتونا واسعدتونا والله. الله يبارك لك. طبعا الراجل الشيف بيفصل اللحمه اهوت. منور الدنيا. احلى شيف في الدنيا. والله العظيم منور الدنيا. نعم يا حاج. احلى شيف في استاذ الدنيا. علي، الحاج منصور الطناني احلى شيف في محافظه البحيره، يشرف اي حد في البحيره. الحاج علي منصور النعمة الطناني أقدم طباخ في المحافظة. اقدم طباخ في المحافظه، العجوز بتاع المحافظه. علي النعمة أقدم طباخ في المحافظة. هد النعمة أقدم طباخ في المحافظة. الله يبارك لك يا عم. طبعا ديت مقدم برضه ريش. ديت هتتاخد منها شيش، وهينفرم منها بانيه، وهيتاخد منها كفتة خضار. بانيه. كفتة بانيه. ودي طبعا لحمه برايم. دسة بتبقى من الرز. قطعة ايه يا شيخ؟ ديت من الفليتو، لحمه بتبقى ناعمه. لازم تبقى حتة لحمة طرية. ديت لدسة الرز. ودي طبعا بقيه اللحمه لسه معانا. دي برضو مقدم، ده مقدم. طبعا الشيف عبوده، الشيف عبوده لسه بيقطع هناك اهوت، برضو لسه معاه ذبيحه هناك ان شاء الله. وفي اكل بيستوي على النار. ماشي، اتفضل يا استاذ علي. طبعا دي برضو لحمه ريش مجادم. أول ما بتنزل شغلك يا شيخ بتبدأ بإيه؟ احنا بنيجي الصبح نشتغل، في الحلويات، تمام. وبعد كده بنبدأ نجهز خلطة المحاشي، ماشي. وبعد كده بنبدأ نشتغل في اللحوم، بنذبح احنا اللي بنذبح طبعا، ما بنجيبش جزارين من بره، كلنا بنذبح. وبعد كده بنبدأ نظبط شغلنا على تسوية الصبح. يعني احنا ان شاء الله بكره اكلنا هيبدأ من الساعة 1:30 2، وان شاء الله باذن الله ديت هتنزل الصبح. وبرضه ايه، حبايت في البراد، بحيث ان هي مش حبات كده، حبات في البراد جوه. وبننزل بقى طازه بطازه، ايه، بننزل سليقتين كبار، بننزل بنطيب سليقه بسليقه كده، ايه، واحنا شغالين. وبعد كده بنبدا بقى ايه، نشتغل في المحاشي ونشتغل في الشيش، وبنبدا نظبط الشغل بتاعنا بالخلطات بتاعته، بالحاجه بتاعته متبله على التسويه بس الصبح. يلا بينا نروح عند الحلو. طبعا دي محاشي بدنجان. طبعا في ناس هنا بتحشي، وناس بتحشي هناك محشي كوسه، وانا بنحشي ورق عنب. ودي طبعا لحمه بنسويها للعشاء. المواسير بتاعت الدبايح. المواسير والعظم وكده الريش، تمام. ودي حله كباب حله. لحمه الروس والجلوب والحاجات ديت، ايه، بنطيبها عشاء للناس اللي موجوده. يعني هي بالظبط ان شاء الله ربع ساعه وهتبدا تستوي. ده رز بنطيبه برضو للناس تتعشى ان شاء الله. ده رز بلدي. ده شغل اول يوم كده. ده شغل اول يوم. انما بكره بقى ان شاء الله هتبقى حاجه، ايه، حاجه مختلفه. والحلو طبعا هنا طبعا صح، دي الخضار بتاع الشيش. الشيش كباب هيبدا بصل وفلفل وجزر والليمون اهم حاجه. وجهزه. والليمون اهم حاجه. طب ليه الليمون بقى؟ الليمون بيدي مزازه برضو في الايه، في اللحمه، بيدي طعم تيست في اللحمه. ايوه. ده برضو بيتعبى الليله ان شاء الله، وهيبدا يتبل وهيخش البراد للسوا الصبح برضو ان شاء الله. ده طبعا البراد موجود فيه الحلويات. تعالى يا استاذ علي. طبعا ده قلاش محشي سوداني. دي بقلاوه. ده قلاش محشي سوداني برضو. على فكره البقلاوه دي محشيه كريمه، محشيه كاستر. دي كنافه محشيه سوداني. دي كنافه. دي هريسه. بقلاوه.
شايفين الحلويات قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. الله كنافه ينور برضه يا شيف كريم. الله يبارك لك يا استاذ علي. دي كنافه برضه. كنافه عيش. دي شكلمه جوز الهند. دي برضو لسه ما شغلناش البراد شويه كده، وهنشغل البراد برضو ايه. في عشان الحلويات لسه برضو كانت سخنه. عشان الحلويات لسه سخنه. بعد كده هنبدا نشغل الايه البراد. تمام. وهنا بقى بالنسبه للجيلي، معانا جيلي فراوله وبدراج نعناع ومانجا وجيلي ادوار اللي هو ال7 طبقات على بعض. حاجه جميله ان شاء الله، هنشوفوها مع بعض ما تتفنش. كده بدأوا العشاء اهو. نجيب العلم ابعت يا حاج. كده احنا تاني يوم من مطبخ الحاج منصور والشيف محمود. دي كده السلطات. سلطاتنا دي يا استاذ علي. ايوه يا شيف كريم. معانا سلطه طحينه. دي سلطه طحينه. تمام. ودي سلطه مايونيز الكول سلو. ودي سلطه عربي. ودي زيتون. ودي سلطه حمص والمخلل. عندنا الشغل بتاعنا كله متخزن جوه، وبنطلع ايه اول باول. طازه في طازه كده ايه، متخزن في البرادات جوه. تمام. كل حاجه معمول منها متخزن منها جوه. الترابيزه بره على مناديل. على الباب هناك، طلعها على الباب. اتفضل يا باشا تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ده رز بسمتي بالجرفه والكركم. ماشي. ده مكرونه باللحمه المفرومه. تمام. ماشي. كباب حله. ده كباب حله. تمام. ماشي. وده رز بسمتي برضو ابيض بالمكسرات. ايوه. ماشي. تمام. ودي لحمه، دي سليجه بنسلق فيها اللحمه. حلو. ده نظام قوانين ده. ماشي. وده برضو كذلك برضو ديت. تمام. ماشي. ده برضو كباب حله. ماشي. تمام. وده برضو كباب. ده برضو رز بسمتي بتشرب ده. وده كباب حله برضو. ماشي. تمام. في بقى مشوي هنا حضرتك. هنا الكفته المشويه. الله ينور يا شيف. حبيبي يا استاذ علي. تسلم يا شيف. ربنا يخليك. ايوه بسم الله ما شاء الله. بلدي يعني. اكيد. تسلم. تطلع الترابيزه هناك سودة كده. دي كده شكل السفرة اهي. طبعا عليها الحلو، حلويات، هريسة وكنافة عيش وجلاش شكلمة، سلطات. دي اليافطة الخاصة بالطباخ الحاج منصور الحاج محمود. هنا بالنسبة للصينية بتاعت المشوي. اللي هناك عم ماشي جنب اللي هناك كده المحاشي، جلاش. حد منكم انتوا عشان احنا هنحرج الان. محاشي وجلاش. نزل عليك يا جميل. طبعا هم يرصوا الترابيزات كلها عشان تبقى نازله واحده على الترابيزات. وكده ان شاء الله نبقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا.
ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وانتظروا ان شاء الله فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.